بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ كلامنا بطلب من حضراتكم تصلوا على النبي وتذكروا الله وتسبحوا الله وتستغفروا ربنا كتير. الكلمتين اللي هقولهم دول كلمتين، يعني إيه، ابتغاء مرضات الله ونصيحة للناس. بصراحة أنا شايف بالنسبة لموضوع القهوة، طبعا في نسبة كبيرة قوي من الناس دلوقتي بتشرب قهوة، لو كان في الكافيهات أو في البيت أو في الشغل وكده. نسبة الناس اللي بتشرب القهوة بقوا كتير بالنسبة لمصر وباقي الدول العربية والأجنبية. وعايز أنبه حضراتكم وأحذركم من إن القهوة بقى فيها غش كتير قوي، لدرجة إن أنا بوزع قهوة على الكافيهات وببيع قهوة، ببيع بن. وطبعا احنا بنحاول نرضي ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نبيع حاجة ما تكونش مغشوشة، تكون طبيعية. ايا كانت جودتها. الجودة بتاعت القهوة طبعا زي ما حضراتكم عارفين جودة، بتبقى في جودة قليلة وجودة عالية، وطبعا بتفرق في السعر. لكن دلوقتي المصنعين بتوع القهوة بيستغلوا الناس اللي مش فاهمة، وبيغشوا القهوة، بيغشوا البن، بيحطوا مواد تانية غير القهوة. انا ليه اشرب قهوة عليها حاجة تانية غير القهوة؟ طب ما انا لو عايز اشرب الحاجة دي ما انا هشربها لوحدها. لكن الناس دي بتستغل الموضوع وبيعملوا حاجات يحاسب عليها القانون. اللهم بلغت اللهم فاشهد. والله العظيم دي نصيحة لوجه الله، عايزكم تاخدوا بيها وتركزوا في القهوة اللي بتشربوها. طبعا الناس اللي بتشرب القهوة اللي هي الاسبريسو او ايا كان القهوة من نوع اخر، غير القهوة التركي اللي هي بتتعمل في مصر، اللي هي بيبقى ليها وش وبيقولوا عليها الوش. طبعا المصنعين بيستخدموا الموضوع ده وبيعملوا حاجة تعمل وش، بيحطوا بقى مواد زي النشا، زي الكربوناتو، زي البقوليات. بيجيبوا بقوليات ويحمصوها بسلة، عارفين البسلة اللي هي الخضار، بيحمصوها وبيعلنوها. على فكرة بيعلنوها على المواقع كده علني، وبيقولوا كيلو الخلطة ب 45 جنيه. لو مش مصدقيني ادخلوا على مواقع البن والقهوة اللي بيبيع قهوة وكده، هتلاقي هتلاقيهم بينشروا ونوى بلح، ويقولوا بنوى بلح. يجيبوا نوى البلح الكيلو ب 35 جنيه ويحمصوه ويطحنوه، بيبقى سهل الطحن وبيبقى ناعم جدا زي البسلة ودشيش الذرة. في ناس فضحت بعضها وقالوا ان فلان او علان بيبيع دشيش ذرة، بيحمصوا الذرة اللي هو الاصفر ده او الذرة ايا كان، بيحمصوا وبيطحنوا ويبقى دقيق. حتى انت لو شميت القهوة، لو انت بتشرب قهوة في مكان او بتشتري او كده، في قهوة كده تشمها تلاقي ريحتها دقيق، تلاقي ريحتها مش قهوة. لكن القهوة اللي ريحتها بتبقى فايحة وطالعة وجميلة اللي انت بتشمها في المطحن. وهقول لك على تجربة برضو، التجربة دي انت تعملها مع نفسك بدل ما تستشير حد وتقول لحد اعمل ايه واخلي ايه وهتوه، وممكن برضو ما يدلكش على حاجة. فانت تعمل ايه لو انت بتعدي على مطحن بن بيعمل بن وكده، عنده مطاحن ومحمصة وحاجات كده. انت بتخش تشرب عنده قهوة وتشم القهوة اللي هو بيطحنها، هتشوف ريحتها عاملة ازاي وطعمها عامل ازاي والاجواء بتاعتك. وانت لما تشرب فنجان القهوة هتحس بالمفعول عامل ازاي بعدين. تمام. وروح قارن بقى بين ده والقهوه التانية اللي ممكن تكون بتشربها على كافيه او كافيتيريا. وعلى فكره عايز اقول لكم على حاجه، في كافيهات عاليه جدا وبراندات عاليه، آه، بيغشوا، بيشتغلوا بقهوه مغشوشه، بيشتغلوا ببن مغشوش. فخلوا بالكم برضو، القهوه لو لقيت طعمها متغير عن القهوه اللي انت شربتها في المطحن دي يبقى في حاجه غلط. فارجوك ما تشربهاش، لان انت ما تعرفش جواها ايه. والله ثلاثة بالله العلي العظيم في ناس بتقول لي ان هم بيحطوا حاجات، انا مش عايز اقول على يعني، بيحطوا حاجات يحاسب عليها القانون، علشان اللي بيشرب فنجان القهوة يقول لك يرجع لي تاني. يا عم حرام عليك، انت بتعمل ايه؟ طب ما تبيع يا عم حلال وخلاص. وانت هتكسب ايه يعني؟ هتضر الناس، بتضر الناس. يعني انت لو بتبيع مخدرات للناس على انها مخدرات، ده اساسا يحاسب عليه القانون، وبتشيل ذنبه. طب ما بالك بقى ان انت بتبيع لحد او بتشرب حد مخدرات و... وانت كمان ايه، هو مش عارف. يعني الشخص اللي انت بتشربه المخدرات ده هو مش عارف ان انت بتشربه مخدرات، يعني انت بتخليه يدمن وهو مش عارف.
زي قهوة عدلات كده في فيلم النمر والأنثى بتاع عادل إمام، لما كانت بتشربوا القهوة فيها مخدرات وأدمن وحاجات كده يعني. فخلي بالكم يا جماعة، والله ده تحذير لوجه الله ونصيحة لوجه الله. اشرب قهوة واتبسط، بس القهوة اللي تبسطك، القهوة اللي تخليك انت واثق فيها، واثق 100% ان دي قهوة طبيعية انت شايفها بعينيك، او واثق في المكان اللي انت بتشتري منه. لان صدقوني حتى في شركات كبيرة جدا وشركات لها اسم كبير وبيطلع اعلاناتها في التلفزيون وحاجات كده، انا مش عايز اتكلم، بيعملوا حاجات، بيحطوا حاجات مش قهوه، وبيقولوا خلطه، وبيستحلوا الحرام. وده حرام ان انا اغشك، ان انا ابيع لك كيلو البسله ب 35 جنيه، او كيلو نوى البلحه ب 35 جنيه، واقول لك ب 500 جنيه الكيلو. وفي ناس طبعا بتستغل الموضوع اكتر ويبيع باقل، بسعر اقل عشان يحرق اكتر ويبيع اكتر. فطبعا الناس ما تتغشش. لف على المطاحن كلها اللي حواليك، لو انت في مدينه او في اي مكان، لف على المطاحن واسال كيلو البن بكام. هتلاقيه النهارده في التاريخ اللي احنا بنتكلم فيه ده، اللي هو شهر اغسطس 2025، شهر 8، هتلاقي كيلو القهوه بيتراوح من 530 540 جنيه، 550 جنيه. كل المطاحن هتلاقيها كده، هتلاقيه بيتراوح هنا في الحته دي السعريه، الفئه السعريه دي. وطبعا في حاجات اعلى، بتبقى توليفات اعلى طبعا على حسب الحبايه اللي انت بتشربها. اقل من كده يا جماعه صدقوني هتلاقي في حاجه غلط. ولو مش مصدقني، لو انت تعرف مثلا معمل تحاليل تبع وزاره الزراعه او غيره، يعني الناس اللي بتحلل المواد وكده، خد قهوه طبيعيه وخد قهوه من التانية دي وهتحللها. لو الناس اللي هي بتعمل ابحاث وكده، هتلاقي في حاجه غلط، هتلاقي في مواد مضافه على القهوه. فانصحك ما تشربش حاجه عليها مواد مضافه. لو انت عايز تشرب اي حاجه تانية روح اشرب، عايز تشرب ينسون بقى، عايز تشرب حلبة، عايز تشرب اي نوع من انواع الاعشاب، روح اشربها لوحدها، تبقى انت عارف انت بتشرب ايه. لكن القهوة بلاش يا جماعة، ده غش. والقهوة من الحاجات اللي بتستخدم في غش الناس، وبيبقى سهل اي حد يغشها. اي ريحة او اي شكل انت ما انتش واثق فيه، او في نسبة شبهة، ما تشربش القهوة دي. ما تشربوش قهوة يا جماعة مغشوشة. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، يا رب تكون النصيحة تفيد الناس. ونستنى منكم دعوة حلوة. وبطلب من حضراتكم انكم تدعموا الفيديو ده وتشيروه لأصحابكم اللي بيشربوا قهوة، وتعملوا لنا لايك عشان الفيديو يوصل لأكتر ناس. وصدقوني والله 3 بالله لوجه الله أنا بعمل الفيديو ده وبتكلم كده لوجه الله. وطبعا محتاج دعمكم معايا برضو، وربنا يقدم ما فيه الخير. وإن شاء الله تتابعونا، وإن شاء الله اللي جاي خير، ونقدر إن احنا نفيدكم أكتر بحاجات مفيدة بالنسبة لموضوع المشروبات وعموما في المأكولات والمشروبات. وإن شاء الله يعني أنا عند حسن ظنكم، إن شاء الله يعني نقدر نقدم لكم حاجة مفيدة لوجه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.